يا حياكم الله متابعين الغوالي، متابعين حساب رامي العطار. متواصلين وياكم باول باول بكل ماده لها فوائد، ونعطيكم معلوماتها الغذائيه وقيمتها العلاجيه بعيدا عن التهيؤات والحدث والمعلومات الخاطئه. اليوم وصلنا وجبه جديده من الزرقش او الزرشت او حب الرمان، كل واحد حسب ما يحب يسميه. طبعا هو عباره عن فاكهه مجففه وما له شغل بالرمان، هو خلاصه الزعتر، عفوا اسف خلاصه الزعرور. بس لان شكله يشبه الرمان فيسموه حب الرمان كتسميه شعبيه، او الزرقش او الزرشت، كل واحد حسب ما يحلال التسميه. طبعا هذا يختلف جذريا عن البربرين، وهواي دا اشوف بيجات دا يصير التباس هواي بين المادتين. البربرين فاكهه صينيه تختلف جذريا عن الزرقش او حب الرمان او الزرشت الايراني، كل واحد مع العلم تقريبا لهم نفس الفوائد متشابهين، بس كل واحد ماده شكل، هذا يختلف جذريا عن ذاك. البربرين حاليا والله مخلص، انا جتني وجبه وسويت لكم اعلان عليها، قريبا يرجع يتوفر. اما الزرش او الزرقش حاليا موجود عندنا وجبه جديده توفر، سعر الكيلو 16,000، توصيل محافظات 5000 دينار. طبعا فوائده من فوائده يفيد ضغط الدم، الكوليسترول، وظائف الكبد، مقاومه الانسولين والسكر. بالاضافه الى التنحيف اللي مسوين في النظام الغذائي، ساعدهم نوعا ما بعمليه الايض وتنشيط الحرق. فحاليا اللي محتاج يقدر يتواصل ويانا، ويا ريت تنقلون عنا المعلومه، ترى هذا يختلف جذريا عن البربرين. البربرين هو فاكهه شعبيه صينيه، والزرشك او الزرشت او الزركش هو فاكهه ايرانيه تختلف عن البربرين. وتحياتنا لكم، تواصلوا ويانا على الواتساب، اي سؤال استفسار او طلب للمواد 0750 997 4204، ويا حياكم الله.